اسمي الحركي فرهاد. جاسم محمد عبد الرزاق. مواليدي 92. عمري 32. أنا أكبر واحد بالعائلة. إحنا شباب 2 3 بنات. تربيت يتيم، أبوي توفى من عمري 6 سنوات. عشت يتيم الأب. شفنا صعوبات بالحياة والحمد لله تعديناها. بالنسبة للنظام السوري، النظام السوري أقرب مثال، يعني كانوا يقولون الحيطان إلها أذان، يعني لا تحكي شيء، لا تحكي سياسة أو كذا، يعني كانوا راعبين الناس، راعبين العالم من هالشيء هذا. ما حد يقدر يحكي شيء يعني برات الطريق، لازم تكون صامت، يعني ما في تحكي خالص شيء بالنسبة للنظام السوري. والنظام السوري يعني شفنا خلال هالمرور هاي المرت، الأيام المرت، شفنا شلون يعني مأساة البشر كان أكثر شيء بصيدنايه، يعني شلون يسوون بالبشرية أكثر شيء، يعني مسوي مكبس ويكبس البشر. يعني ليش الجرم هذا؟ ليش الشيء هذا؟ أنت تكبس العالم وتحطهم مملحة ما أدري شو مي آسيت، يعني مشان تذوبهم خالص، ما لهم وجود بالحياة. هذا مو عدل، مو حق، ما عنده إنسانية، ما عنده أخلاق. النظام السوري بالمواضيع هاي عنده يهمه الكرسي وبس، يهمه حاله، قاعد على كرسيه عمرين البشر، يعني يعيش ما يعيش أهم شيء هو وحاشيته. النظام السوري بالنسبة للنظام السوري أنا خدمت عنده. النظام السوري سيئين لدرجة، يعني أخلاق من الأخير ما في أخلاق، يعني لازم الكلام يقول لك إياه لازم تنفذه، يعني ما في إنه تناقشه بأي موضوع إن كان. خلص من قال لك كلمة بدك تمشي على الاتجاه هذا، على الاتجاه اللي بده هو. وأنا انشقيت من النظام السوري من 2013، انشقيت منه لأنه كان يعبي الناس، يأخذها على حرس الجمهوري، قوات الخاصة، كله على القتال. وين تقاتل أنت؟ أهل بلدك. يعني والله هذا حرام، تقاتل أهل بلدك ليش أنت؟ مشان إيش؟ مشان أي هدف؟ يعني ما عنده هدف، بس يقتل الناس، يعني يهمه نفسه ما يهمه البشر. بالنسبة إلي أنا بمنطقتي، يعني الحسكة هون كنت فلاح، اشتغل بالزراعة، فلاح يعني بالزراعة، بالحنطة، بالقطن، خضرة. وظليت شي 2 3 وطلعت عاد على الشام أشتغل هناك عامل حر، يعني ذات نفس العملية. شغلت عمار مع عمار، أشتغل بالشام هناك. أنا وأهلي طلعنا، ظلينا تقريبا شي 3 سنوات بالشام، ورجعنا إلى الحسكة. شغلي كنت أشتغله إجباري، يعني ما في غير، أنا أكبر واحد وأخوي الصغير بالبيت، يعني أنا أعتبر أنا أب العيلة، يعني بدي أشتغل، أجيب لهم الأكل الشرب، أمن لهم مطرحهم، يعني المكان السكن، نسكن يعني البيت. يعني أنا ملتزم بكل الأمور هي، وأنا كنت صغير بالموضوع هذا، بس شلت الحمل، يعني مش شغلة مي على الكيف. يعني وقت انشقيت من الجيش بال 2013، نسمع عن الرفاق براس العين، وقت راس العين نسمع عن الرفاق، عن معنويات الرفاق، عن نموذج قتال الرفاق، نسمع عنهم. وحبينا الفكرة، وحبينا مع الرفاق يعني ننضم. انضميت أنا بال 2016، سويت دورة بصباح الخير بال 2016، ظلينا شي 25 يوم.
وقت سويت دورة بالصوامع بال 2016 كنا تقريبا 40 رفيق. كنا 40 رفيق، 15 يوم سياسي و15 يوم عسكري. تعلمنا فك السلاح، تركيب السلاح، شلون ننتشر بالليل وقت يصير علينا هجوم. بالنسبة للسياسي علمونا زاد حقوق المرأة، انه اول عند النظام ما إلها وجود المرأة. وقت فتنا بالحزب عرفنا انه المرأة هي الكل بالكل، يعني قادرة على كل شيء، بس انه محطمها النظام السوري، ما إلها وجود. خلص مرأة إلها تطبخ، تعجن، تخبز بس بالبيت يعني بعيالها. اما من جاء الحزب الرفاق، شفنا شلون الرفيقات مع الرفاق، شلون معنوياتهم، شلون وقت القتال يعني تغير كل شيء. بالبنوردة أكيد يوم نخلص نقعد نسولف عن بعض يعني، وروح رفاقية عالية مع الرفاق كلها. بال 2016 ظلينا تقريبا 25 يوم نسوي البنوردة، وبعدها طلعنا جينا على البيت 3 أيام. بالنسبة للمرأة احنا أول كانت معروفة يعني ما إلها وجود المرأة، يعني من خلال النظام السوري، يعني من نهجة الأمة إنه المرأة معدومة ما إلها وجود خالص. خلال يوم من إجوا الرفاق عرفنا إنه المرأة إلها حقها، إلها وجودها، ثبتت وجودها من خلال القتال، من خلال السياسة، من خلال أي أمر صار يعني بالنسبة للمرأة. وإحنا بشكل عام المكون العربي هاي هي يعني المرأة بس مثل ما قلنا، بس إنه للخبز، للبيت، لشغل البيت، الكذا، هالأمور هاي، إنه عادم نفسيتها بنوب، إنه خلص لهالأمر هذا وبس، ما في داعي، ما في تطور يعني إله. بالنسبة للدورة صباح الخير، كنا بدورة الشهيد عمار، طابور الرفيق فرهاد. طلعنا على مالحة الذرو وقت كانوا الرفاق هنيك. ظلينا زاد تقريبا بعد ما طلعنا من الدورة ظلينا تقريبا 4 أشهر، وطلبونا الرفاق. رحنا على منبج وحطونا الرفاق خطوط أمامية، بدلنا الرفاق. بالنسبة لنا وقت رحنا على منبج أكيد الواحد يعني بده يشوف صعوبات، شفنا صعوبات، شفنا تعب، ما في نوم، مقاومين يعني من أجل تحرير المجتمع يعني من الظلم، لأنه داعش سوى بالبشر، قصوا الناس، عذبوا الناس. وإحنا قوات سوريا الديمقراطية لأجل تحرير الشعوب من الظلم رحنا على منبج. وأكيد يعني في صعوبات، وتعدينا الصعوبات بروح رفاقية مع الرفاق، بمعنويات عالية، تعدينا هالصعوبات ونجحنا الحمد لله بتحرير منبج.
شفنا صعوبات وألغام يعني. منبج كانوا الدواعش يزرعون للرفاق ألغام مشان يكسرون معنويات الرفاق، كسر إرادتهم يعني تا يرجعون للخلف. والرفاق ما انكسرت معنوياتهم، مبتدئين بهالموضوع هذا. بالعكس الرفاق كانت معنوياتهم عالية، وما يعني ما في أي شيء كان يوقفهم بتحرير منبج. وحررنا أكثر من مناطق يعني بمنبج، أكثر من غرة يعني بالمدينة وبالغرة، وكله بصعوبات يعني من تحت الألغام من داعش. تحرير الرفاق، وكنت مع الرفاق منبج، منطقة منبج هنيك الشعب بالعكس كان يحيي الرفاق، يهتف للرفاق من تحرير، مشان تحرير نحررهم مشان داعش، لأنهم شافوا مأساة من داعش، تعذبوا، إرادتهم مو على كيفهم، مشيهم مو على كيفهم من داعش. والرفاق شافوا تصرف الرفاق معهم، أخلاق الرفاق يعني معنويات الرفاق. أنا تصاوبت، كنا فوق سطوح وصار علينا هجوم بالليل، اشتباك من داعش، وطلق ناري اجاني على رجلي اليمنى، بتر من فوق الركبة، بترت رجلي. اشتباك يعني بالليل. وكانوا الرفاق وقت تصاوبت كانت معنوياتهم عالية جدا، وشالوني، اعتنوا في يعني الرفاق. بالنسبة لي يوم تصاوبت معنويات الرفاق كانت عالية، والرفاق ارتفعت معنوياتهم أكثر يعني، وتحمسوا لأنه شافوا داعش ضربني، يعني ما أنطوا مجال لداعش خالص، معنوياتهم قوية. الرفاق أخذوني على المشفى بمنبج، إسعافيات أولى يعني. وقت سويت العملية هون بمشفى ساري، ظليت تقريبا شي 20 يوم تحت المعالجة عند الرفاق، يشوفون رجلي يعني ما منها أمل. يجوا الدكاترة اللي عندي وقالوا لي رجلك ما منها أمل، يعني حاولنا مشان رجلك بس بها غرغرينة. والرفاق اجوا زاد علي، زاروني، شافوني، والدكاترة ما قصروا يعني، أدوا الواجب اللي عليهم، وقصوا رجلي من فوق الركبة مشان المرض الغرغرينة يعني، مشان ما يرتفع على جسمي. وقت رجلي قصوها الرفاق، ظليت بالمشفى زاد شي تقريبا شي 10 أيام وخرجوني. رحت على البيت، ظليت تقريبا شي 6-7 أشهر قاعد بالبيت. يجوني الرفاق يزوروني اللي عندي على البيت، وخذوني على الغامشلي على المركز الرفاق، كمان ركبوا لي الطرف الاصطناعي هذا، وقمت أمشي. والحمد لله إرادتنا قوية من أجل شهدائنا وأجل قائدنا، يعني معنوياتنا عالية.
بعد ما ركبت الطرف لدورة بالرقة. سويت شي شهرين بالرقة، دورة الشهيد دشتي مع الرفاق. كنا متصاوبين يعني، وكانت معنويات الرفاق جيدة. كنا من عرب يعني وسريان ومسيحي بالدورة تجمعنا. طبعا وقت سوينا الدورة الرفاق الرايحة ايده، الرايحة رجله، الرايحة عينه، يعني احنا نكمل بعض وماشيين على دم الشهداء وفكر القائد، قائدنا عبد الله وجلال. بالنسبة لنا رفاق الجرحى ما قعدنا ببيوتنا، مستمرين بنظامنا بنهجنا، نطلع على المسيرات. بالنسبة لنا احنا كدار الجرحى معاملة الرفاق كويسة، شفنا علاج من الرفاق وبشكل كل وقت يوم جمعة ناخذ دروس ونطلع على المسيرة بالحسكة بالغامشلي، نطلع بالمساير مع الرفاق. طبعا أكيد بي فرق يعني بين المدنية ويوم مع الرفاق. الرفاق ينطونك معنويات عالية. وقلت الأخيرة ماشيين على نهج الشهداء ونهج قائدنا عبد الله وجلال، وما نقف إن شاء الله، والله يفك لنا أسره وإن النصر إن شاء الله.